عمرك سألت نفسك ليه بتفتح الموبايل دقيقة وتلاقي ساعة دوت من عمرك؟ ليه الحاجة اللي المفروض تفيدك بقت تقيلة عليك؟ وليه الحاجات السهلة بقت هي اللي بتكسب دايما؟ الإجابة في كلمة واحدة: الدوبامين. الدوبامين مش مجرد هرمون سعادة زي ما ناس كتير فاكرة، الدوبامين هو الحاجة اللي بتخليك تقوم وتتحرك وتسعى وتجري ورا حلمك. هو مش بس بيكافئك، هو بيخليك تدور على مكافأة. علشان أوضح لك الموضوع تعال نرجع ورا شوية. زمان الإنسان كان بيحتاج يتحرك ويتعب علشان يلاقي الأكل، وكل مرة كان ينجح مخه بيفرز الدوبامين علشان يقول له اللي أنت عملته ده صح، كرره تاني. المشكلة إن مخك لسه عايش بنفس النظام القديم، بس العالم اللي حوالينا اتغير تماما. دلوقتي بقى عندك موبايل في إيدك، محتوى لا نهائي، متعة سريعة جدا من غير أي مجهود، سكرول، فيديو، ضحكة، لايك، كل ده دوبامين من غير ما تحس. بس المشكلة مش إنك بتاخد الدوبامين، المشكلة إنك بتاخده بسهولة زيادة عن اللزوم. يعني ما بقتش محتاج تصطاد أكل زي زمان عشان تحس بالفرحة، ومع الوقت بيحصل مشكلة. مخك بيقول طالما في متعة سريعة وسهلة ليه أتعب نفسي؟ فتبدأ تمل من المذاكرة وتكسل من الشغل وتهرب من أي حاجة فيها مجهود. مش لأنك ضعيف، لكن لأنك اتبرمجت على كده خلاص. وعلشان تفهم أكتر يا صديقي، الدوبامين بيشتغل بقانون بسيط جدا: كل ما المتعة تيجي بسهولة قيمتها تقل، وكل ما تبذل مجهود علشان توصل لها قيمتها تزيد. يعني لما تتعود على المتعة السريعة أي حاجة طبيعية هتحس إنها مملة حتى لو مهمة. وعلشان كده ممكن تقعد ساعتين على الموبايل عادي، بس 10 دقايق وذاكرة تحس إن هما عذاب جهنم. طب إيه الحل؟ هل نمنع الدوبامين؟ مش هنعرف، بس هنعرف نستخدمه بذكاء. أول حاجة، اقطع المصادر السهلة شوية. مطلوب منك إنك تبطل الموبايل، لكن مطلوب إنك تقلل الجرعات السريعة شوية. يعني بدل ما تصحى تمسك الموبايل استحمل 30 دقيقة. تاني حاجة، اربط الدوبامين بالمجهود. يعني إيه؟ حط قاعدة صغيرة في دماغك: مفيش متعة غير بعد المجهود. ذاكرت، خد بريك. اشتغلت، افتح السوشيال ميديا. خلي مخك يفهم ان المتعه مكافاه مش حق مفتوح. تالت حاجه، تتكبر الملل. الملل ده مش عدوك، الملل هو المرحله اللي مخك فيها بيرجع يتظبط تاني. لو استحملت شويه هتلاقي نفسك بدات تركز من غير ما تغصب نفسك. رابع حاجه، ابدا بالمهام الصعبه الاول. ليه؟ لان في بدايه اليوم مخك لسه مش متشبع دوبامين، فلو استغليت اللحظه دي صح هتنجز اسرع بكتير. خامس حاجه، قلل التشتت مش الوقت. يعني بدل ما تقول هقعد اذاكر 3 ساعات، لا، ذاكر 30 دقيقة بس من غير تشتت. الجودة أهم من الكمية يا صديقي. وفي النهاية المشكلة مش في الدوبامين، المشكلة إنك سايبه يتحكم فيك. لكن أول ما تفهم وتبدأ تتحكم في مصادره لاحظ إنك رجعت تركز، رجعت تنجز، ورجعت تحس بطعم الإنجاز الحقيقي. مش السريع بس الأفضل، وخلصت على كده.